يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، إلى أن قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. فيقول: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. يقولون: ليس من المنطقي أن ينزل قانون من السماء أو أن تنزل آية من عند الله سبحانه وتعالى حتى تبيح لي أن آكل من بيتي، لأن هذا شيء معروف بالبديهة والفطرة. لا، ليس الأمر كذلك. فالبيت سكانه ليس فقط من اشترى الأغراض. الآن مثلا لو جئت أنا وذهبت إلى السوق واشتريت تفاحا على سبيل المثال وجئت به ووضعته في الثلاجة، السؤال الشرعي هنا: من الذي دفع ثمن هذا التفاح؟ أنا. من الذي اشتغل ليأتي بثمنه؟ أنا. من الذي أتى به واشتراه وامتلكه؟ أنا. الحكم الشرعي الآن: هل ابني أو زوجتي سيقولون هذا ليس ملكي فقد لا يجوز لي أن آكل منه حتى أستأذن مالكه؟ هذا البيت بيتنا جميعا. فالله سبحانه وتعالى قال: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم، إلا ما اقتضى العرف أنه شيء شخصي. يعني واحد مثلا يلعب رياضة اشترى بروتين، فهذا الأمر سيختلف. أنا أخي ولا أبي ولا أمي ولا ابني ولا أيا كان ما راح أخذ بروتين، لأنه اقتضى العرف أنه استعمال شخصي. أما شيء من الفواكه، الخضار، اللحوم، الخبز، ما شابه ذلك، فحتى لا يشك إنسان بحل أن يأكل من بيته دون أن يستأذن المشتري لهذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه يحل لنا أن نأكل من البيت دون استئذان. أنت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد.